الطريقه والمقادير وفرجه ممتعه. على بركه الله غادي نحتاجوا عندي هنايا كريم شونتيي غبره تقريبا فيها 100 غرام. غادي نحتاج واحد الفلون ديسير ديال الكراميل والفلون النكهه ديال الكراميل. عندي كاس ديال الحليب بيكون درتو انا في المجمد حتى جمد الحليب مزيان. غناخذوا هنايا واحد جوج ديال البسكوي هنايا يعني اوريو او البديل ديال اوريو اللي بغيتو. المهم انا درتهم هنايا في الكحل حيتاش عندي شونتي بيضه كيعطي واحد النضره زوينه وحتى الذوق كيجي فيها زوين. صافي هنا كما شفتوا معايا البنات غادي ندير انا كاسونس ديال الحليب. انا درت هنايا كاس غادي نطربه هو الاول حتى طلع لي الشونتي مزيان. عاد غادي نضيف ديك نص كاس الاخر. المهم البنات بالنسبه للاناء اللي غادي تطربوا فيه ولا حتى الشونتي ولا ديك هذاك الفلون ديسير حتى هما كلهم كانوا في الكونجيلاتور. وحتى الريوصه ديال الطراب يعني كلشي كنت درتو البنات في الكونجيلاتور لان كان الحال سخون وراكم عارفين يعني مع التطراب مع ديك يعني ديك القوه ديال الطراب كيبقى يسخنوا دوك الريوس وتيخليوش الكريمه انها تطلع. هذاك الشيء كنديرهم البنات في الفريغو. يعني لاول مره غادي يستعمل بحال هذه الطريقه يديرهم في الفريغو مزيان خليهم حد حتى اكثر من ربع ساعه ماشي مشكل ما كطرا لهم حتى شي حاجه حتى نص ساعه حتى يجمدوا مزيان. صافي ونطربوا الكريمه ديالنا شونتي مع الحليب حتى تطلع البنات مزيان. عاد غادي نضيف داك نص كاس ديال الحليب اللي قلت لكم وتا هو بارد. انا ما بغيتش نديرو في الاول باش تسهل عليا الطريقه ديال التطراب. يعني درت كاسونس كيجي خفيف وتيعذب شويه كيشد الوقت لهذا درت كاس هو الاول. عاد من بعد نضيف الحليب اللي بقى ليا. صافي البنات في هذه المرحله كما شفتوا معايا هو طرب مزيان يعني عاقده الخليط. دابا عاد غادي نضيف داك نص كاس ديال الحليب. والبنات اللي دارها في العجانه كتكون مجهده ماشي مشكل يمكن لكم ديروا كاسونس في الاول وتطربوا الخليط في مره واحده. طراب كيشد شويه الوقت ماشي بحال العجانه. كما شفتوا مع البنات غادي نستمر حتى نطرب مزيان وتعقد ليا كريمه. عاد ندوز باش نكمل معكم الطريقه. صافي البنات بعد ما طربت ديك الشونتي وطلعت ليا مزيان هنا غادي نضيفوا الفلون بالنكهه ديال الكراميل. انا هنا استعملت غير داك الصغير كيدير تقريبا درهم ونص. اللي عنده الكبير اللي فيه السكر حتى هو يديرو ماشي مشكل. انا هنا البنات كما شفتوا معايا البنات انا ما استعملتش السكر كاع بالمره لان مازال غادي نزين بالكراميل يعني كيكون فيه السكر كافي. هنايا ضفت داك الديسير ديال بالنكهه الكراميل فلون. صافي غادي نطرب الخليط مزيان وغادي ناخذ داك البسكويت ديال البديل ديال اوريو او اللي عنده الاوريو لكم الاختيار. غادي ناخذهم غادي نحاول غير نهرسهم شويه. غادي ناخذ غير شي بلاستيكه. هذا بالنسبه لهذا النوع البنات راه ساهل يمكن لكم غير بيديكم. هذا النوع الثاني شويه حيت مغلف بالشوكولاط من الفوق يعني ما كيبغيش يتقسم هكا بليد. غادي نديرو في شي بلاستيكه وغادي نحاول غير نهرسو غير شي شويه. يعني ما ديروا البنات ما تهرسوش بزاف يجي بحال الغبره. خليو هكا الطريفات باش كيجيو ملي كنبغيو ناكلوهم كيجيو داك الطريفات كيجيونا زوينين. صافي البنات هنايا كما شفتوا معايا كنخلط داك الخليط كامل غير باش ينسجم معايا الخليط. يمكن لكم البنات ديروا لي بيبيت شوكولا. يمكن لكم ديروا النوغا ديال الكاوكاو اولا ديروا ديال اللوز ديال الكركاع تخلطوهم اولا ديروا من كل نوع واحد شويه وتقادوهم يعني اللي بغيتو نتوما. هنايا غادي نجيب واحد المول ديال السيليكون كتختاروا البنات المول اللي عجبكم اولا تاخذوا الاطار اللي كيتحل يعني مربع اولا دائري
اللي بغيتو نتوما. يمكن لكم تاخذوا غير الطاسه هكايا وديروا فيها بلاستيكه وتقادوها وديروا فيها الخليط، ومن بغيتو تقلبوها غادي تحيد لكم بسهوله. صافي كما شفتوا معايا البنات، انا كان هنايا كنحاول غير نقادها باش لان دوك البلايص اللي كيكونوا خاويين باش يعمروا، ومنين نبغي نقلبوها تجينا الشكل ديالها زوين. صافي هنايا كما شفتوا معايا غادي نحاول غير نقاد ليها الوجه ديالها، وغادي نحاول نضربها شويه مع سطح العمل باش تاخذ يعني تقاد مع داك السيليكون وتاخذ الشكل ديالو. غادي نغطيها بواحد هنايا واحد البلاستيكه ولا الفيلم اليمونتير، وغادي ندخلها الفريغو. غادي نخليها تقريبا اكثر من 6 ديال السوايع. من الاحسن تخليوها كاع تبات باش ملي تبغيو تحيدوها من السيليكون ما تهرس ليكمش وتجي شاده راسها وتجي مزيانه. هنا البنات غادي نقاد النوغا غير للتزيين، لكم الاختيار، يمكن لكم ديروه، يمكن لكم تستغنوا عليه، يمكن لكم تزينوا غير بالكراميل من الفوق. هنا البنات يمكن لكم ديروا اللوز، يمكن لكم ديروا غير كاوكاو تيجي تا هو زوين. عندي واحد الكميه ديال السكر هنايا درتها تذابت كما كتشوفوا معايا ولات كراميل. غندير فيها اللوز واحد الكميه قليله البنات ماشي شي حاجه كثيره. كما قلت لكم اللي ما عندوش اللوز دير غير كاوكاو. غادي نخليه تيتلبس مزيان صافي، وغادي نخليه غير واحد شويه بين ما داك اللوز تحمر. غادي نخويه على شي كاغيط هكا ديال الطبخ يكون مدهون بشويه ديال الزيت باش ما يلصق ليناش، وغادي نهرمشو باش نزين به من الفوق. هنا البنات من بعد ما خيت انا خيتو ليله كامله في الثلاجه من الاحسن، واللي كان مزروب يعني على الاقل البنات 6 ديال السوايع. يعني الا كان ما شادش راسو مزيان ملي كنبغيو نحيدوه من السيليكون اولا من الاطار تيبقى يتهرس وتيخسر ليه الشكل ديالو. من الاحسن خليوه ياخذ حقه، ديروه في الليل وخليوه للغد ان شاء الله. دابا صافي البنات غادي نحيدو من السيليكون وغادي ندوز باش نزينو بديك النوغا اللي قاديت معكم وكراميل. يعني اختياري، هاد الزينه البنات كيبقى اختياري. يمكن لكم ديروا دوبوا شويه ديال الشوكولاط وديروه من الفوق كحل ولا ابيض، المهم لكم الاختيار. الاذواق كتبقى كتختلف. وغندير ديك النوغا وكتجي البنات بنينه، كتجي زوينه، كتجي مقرمشه وكعطي واحد الذوق حتى هو زوين بزاف. صافي البنات هنا وصل الفيديو للنهايه ديالته. كنتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الكلاص وتجربوه لوليداتكم، كيجي اكثر من رائع. كما العاده ما تنسونيش من اللايكات ومن التعاليق ديالكم. الى اللقاء الى فيديو قادم باذن الله.